تعالَ مع بعض بقى يا سيدي نخش على أحداث الحرب. خلي بالك يا سيدي أحداث حرب أكتوبر هتقوم على جبهتين مختلفتين بس في نفس الوقت، على الجبهة المصرية وعلى الجبهة السورية. قال لك بقى على الجبهة المصرية قام الرئيس محمد أنور السادات بإشارة البدء الحرب أكتوبر، فكان أول سلاح تم استخدامه في الحرب دي كان سلاح الطيران، وطبعًا اللي أمر سلاح الطيران إن هو يضرب الضربة بتاعته كان محمد حسني مبارك، فقام بضربة جوية ناجحة. تاني بقى سلاح استخدمناه بعد سلاح الطيران كان سلاح المدفعية. قال لك قام المدفعية بإطلاق النيران على طول القناة. طب ما النتائج المترتبة؟ إيه اللي حصل بعد ما ضربنا بالطيران وسلاح المدفعية؟ قال لك أدى ذلك إلى تحطيم أعداد كبيرة من الطائرات والمعدات العسكرية الإسرائيلية. رقم بقى 2 قال لك عبور الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية المصرية بمختلف أنواعها للضفة الشرقية لقناة السويس، لأن إحنا طبعًا كنا موجودين في الضفة الغربية. بعد كده قال لك يا سيدي تم تدمير خط بارليف اللي هو أسطورة إسرائيل، الكلام ده تم في 6 ساعات. آخرًا بقى انتشرت القوات المصرية على الضفة الشرقية لقناة السويس، وتم رفع علم مصر فيها، وتم أسر مئات الجنود الإسرائيليين. طب في نفس الوقت ده برضه على الجبهة السورية حدث نفس الأمر. أول سلاح برضه طلع في نفس اللحظة كان سلاح برضه الطيران، فقال لك عبرت الطائرات السورية إلى منطقة الجولان المحتلة. رقم 2 اندفعت الدبابات والمدرعات نحو خط اسمه ألون، وده يعتبر كان خط الدفاع الإسرائيلي بس فين؟ في هضبة الجولان. إحنا عندنا في مصر خط بارليف، أما بقى في سوريا كان اسمه خط ألون. قال لك بعد ذلك بقى يا سيدي دارت معارك جوية بين الطيران الإسرائيلي والطيران السوري الذي استمر في تقديم دعمه للقوات البرية التي اخترقت خط الدفاع الإسرائيلي ودمرته تماما. وطبعا بسبب هذا الأمر إسرائيل تروح لمين؟ شطور. هنا بقى يا سيدي طلبت إسرائيل المساعدات العاجلة من الولايات المتحدة الأمريكية.